انا رايي ان الاخوان هم اللي وصلوا السيسي للحكم، وانا رايي ان اللي هيثبت السيسي في الحكم هم الجهاديين دول، وده اللي انا قلته لكم هنا. شكرا للارهاب. شكرا 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 على ثقتك. شكرا 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 على ثقتك. شكرا 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 شكرا. الف شكر يا جماعه الارهاب. شكرا شكرا ارهاب. شكرا حاج ارهاب. شكرا. يعني الراجل من حقه يرقص بصراحه. يعني لولا الارهاب ما كانش عمره قعد. تخيلوا كده لو ما فيش ارهاب كان زمان بقى الناس قعدت تسال اسئله رخمه زي فين التعليم، فين الصحه، الاسعار غاليه. صحيح في ارتفاع في الاسعار، صحيح في سوء في الخدمات، صحيح الاوضاع مش مظبوطه، ولكن انت البلد محروقه. يالا انا لو الدنيا هاديه ولطيفه وبسيطه هقعد بقى اقول له فين الاكل. يمكن لو كان في براح دنيا لطيفه مفيش ارهاب وبتاع نقعد بقى نتسلى بقى يا ريس بقى التعليم فين التعليم، فين الصحه، فين الصحه، التامين الصحي ما خلصش ليه لغايه دلوقتي. انما يا عيني دلوقتي هو ما حدش قادر يرفع عينه مثلا ويقول له ايه فين كذا، فين ايه، فين مش عم احنا اصلنا في حاله حرب. البلد محروقه يا غبي يا ابن الغبي. يالا يا بجم يا ابن البجم، البلد في حاله حرب يالا. ده ايه الناس اللي مش عارفه مصلحه بلدها دي؟ لا بص بقى يا سياده المشير، انت دلوقتي بتواجه الارهاب المحتمل طبعا، فانت في حاله حرب. في حاله الحرب ما فيش تنميه، فاحنا بنقول لك ما فيش تعليم، ما فيش صحه، غلي الاسعار براحتك وربنا يديم عليك الارهاب.